واش عمركم تساءلتوا كيفاش كيتشكل الوعي في الدماغ ديالنا؟ فريمون داكشي اللي غادي نقول لكم في هذا الريل هذا غادي يصدمكم، لان العلماء براسهم حيرين كيفاش كيتشكل الوعي في الدماغ ديالنا. قبل ما نبداو في هذا الموضوع العميق، وانا متشوق انني نبارطاجي معكم هاد المعلومات اللي اكتشفتهم عن الوعي. انا محمد اوتم، مهتم باي حاجه متعلقه بالبروداكتيفيتي و نيورو ساينس. وما تنساوش انكم تشاركوا في القناه ديالي، ما تنساوش تدعمونا باللايك وبلي كومونتير باش نعرف بان هذا المحتوى فريمون كيهمكم. ديما يطلعوا لكم فيديوهات اللي كنلوحهم ديما في القناه ديالي. يلا، اول حاجه خصنا نعرفوها هو شنو هو الوعي. الوعي هو الاحساس بالوجود ديالك، كتفكر، كتخيل، كتحس بالعالم الخارجي اللي من حولك، يعني عندك القدره والاحساس بالوجود ديالك. خصنا نعرفوا واحد القضيه، ان الوعي ما كيجيش من منطقه واحده، بل شبكه كبيره ديال المناطق اللي متصلين مع بعضياتهم. اهم هاد المناطق هذه القشره الجبهيه، انك كتساعدك انك تفكر، تخطط، تراقب الافكار ديالك. ثاني منطقه اللي هي القشره الجداريه. هاد القشره الجداريه هي اللي كتخليك تحس شنو واقع قدامك. المنطقه الثالثه اللي هي القشره الزمنيه. هاد المنطقه هذه كتلعب دور كبير في الادراك ديالنا، حتى في الذاكره وحتى في اللغه. رابع منطقه وهي الثالاموس. هاد المنطقه هذه هي اللي كتوزع الاشارات في الدماغ ديالنا، وهي اللي كتنظم شنو داكشي اللي غادي يوصل للوعي ديالنا وداكشي اللي ما غاديش يوصل له. حتى لهنا مزيان. كاينين جوج نظريات عند العلماء. الاولى غادي تجيكم منطقيه وعادله، ولكن الثانيه هي اللي فعلا غادي تصدمكم. الاولى كتسمى النظريه العلميه الكلاسيكيه. هذه النظريه الاولى كتقول ان الوعي نتيجه مباشره لعمل الدماغ والجهاز العصبي. يعني ملي كيتوقفوا الاشارات العصبيه كيتوقف الوعي. مثال، فاش كيجيك النوم العامق او التخدير او الموت. ثاني نظريه اللي سميتها